دلوقتي انا راجل بستخدم ابلكيشن للمقابلات العاطفيه، تندر مثلا، فبلاقي جمله انا مش قادر افهمها وانا عندي 45 سنه وعملت علاقات كتير واتجوزت 3 مرات. بلاقي جمله مكتوب تحت still figuring out، يعني هي عايزه تقابل حد بس لسه مش قادره تكتشف هي عايزه ايه. سويب لا رايت ولا سويب ليفت؟ بشخصيتك ومعرفتي ليك سويب ليفت. انت تحب انت بس تبقى أيوة. الشخص اللي still figuring out. اوكي، مش انا بس، انا يعني جزء من الرجال، اغلب الرجال، يعني مجموعه كبيره من الرجال يحبوا الموضوع ده. يعني هو لو راجل كاتب الموضوع ده still figuring out، لا الرجاله مش عايزين figure out. لا لو راجل كاتب الموضوع ده وانا جيت اقول لك هقابل الراجل ده هتقول لي ايه؟ عادي يا بنتي، امال انت ايه مغسله وضمنه جنه؟ ما ايه، هتروحوا تتقابلوا، حصل ما حصلش بسيط، صح. اما الستات بتكتب كده بيتقال عليهم ايه؟ بيتقال عليهم مش فاهمين هم عايزين ايه. شكرا. ايوه بس ده عرفت يعني ايه؟ يعني مثلا في واحده بتبقى كاتبه انا عايزه اقابل نيو فريند، خلاص ده مفهوم. ما هي ما تعرفش، ما هي ما تعرفش، هي مش عايزه تحط الحدود ده. طيب مش معنى انتوا ما بتعرفوش ونازله الماركت ليه، نازله السوق ليه، وانت نازل السوق ليه؟ او عشان بدور على بوتنشال ريليشنشيب. انت دلوقتي ما بقول لك نفس الموضوع، لو انا بقابل واحد وكاتب لي ستيل فيجرينج اوت، هترد عليا تقول لي ايه؟ روحي كصديقك هقول لك يعني take the normal measures وروحي طبعا قبليه if you think انه الشخص ده مناسب. سوبر. اعرفه منين عشان اعرف ده؟ طب ممكن اسالك ليه المجتمعات وصلت لمرحله انها تستخدم ابلكيشن عشان تتقابل؟ طبعا في تفسيرات عميقه ناحيه ده، اللي هو تاثير الحداثه. لا في رؤيتك انت كنسويه في تاثيرات الحداثه ده ليه؟ اللي هي فكره يعني انتوا قتلتوا العلاقات الانسانيه لدرجه ان انا محتاج انزل ابلكيشن على الموبايل عشان اتعرف على واحده ست؟ لا، علشان احنا الحداثه موصلانا ان احنا بنشتغل وبنجري في هذه الدنيا 15 ساعه في اليوم مع نفس الاشخاص اللي احنا بنقابلهم طول الوقت، لان المجتمعات مهما تبان واسعه كل مجال هو ضيق. فاللي احنا عارفينهم عرفناهم، او كنت صاحبناهم زمان وبطلنا، او اي حاجه خلصنا ما عندناش وقت. الرجاله والستات ما بقاش عندهم وقت، فبيضطروا ان هم يروحوا الابلكيشنز زي ما يعمل ديليفري كده لوجبه من مش ديليفري. انا مقتنعه مثلا في الحاجات دي، مش كده بحب دور الخطبه قوي. انت بتلعبي دور الخطبه؟ انا بحب الحاجات دي عشان انا مقتنعه انه في ارواح. انت مش حاسه انه في تناقض ما بين النسويه والمراه ومساحات الست والخطبه؟ مفيش تعرف على بعضها، مفيش تناقض. الناس دي عايزه تتجوز، ايه الكارثه يعني؟ ايه مفيش تناقض ما بين الاثنين؟ ايه التناقض كده؟ الناس بتاخد برسبكتيف شغلتها ايه؟ الناس بتحس ان النسويات دول هي الستات اللي هتبقى مستعده تعض اقرب راجل ليها، لانه الرجاله بطبيعتهم صح. بس لا اديها لك صح يعني مش مختلف معاكي في كده، لكن بس الناس جو محمد صبحي ما ربناش ده وفرنا نعض بعض النهارده. ماشي تمام.